المشروع ده لو نجح زي ما انا متخيل حرفيا هيكسر الدنيا، وساعتها هنثبت للعالم كله اللي احنا مش فشله ولا عمرنا حتى كنا فشله. يا عم حتى لو فشلنا انا معاك ما تقلقش، ونصيحة مني يعني ما تشغلش بالك، انت مش محتاج تثبت لحد اللي انت ناجح ولا لا. تمام بس تعرف هخلي كل اللي في يوم من الايام قال عليا فاشل يتمنى بس انه يشوفني كده او يسلم عليا حتى. ثواني بس، عايز اعرف بس انت دلوقتي بتنجح علشان نفسك ولا عشان اللي ما صدقكش زمان وقال عليك فاشل؟ الاتنين. لا معلش يا كيمو، المرة دي انا مش معاك. عادي يا عم، ما انت مش اول حد يتخلى عني، وبرضه هعمل المشروع مهما حصل. يا ابني مش قصدي، بس مش منطقي خالص في الموضوع اللي انت تكون عايز تنجح علشان الناس اللي كانت شايفاك فاشل زمان. ده مش منطقي خالص على فكرة. ما علشان انت ما حسيتش بطعم الفشل ولا الكلام اللي كانوا بيقولوه كل يوم اللي بيخليني بالايام ما اعرفش انام، مش عارف المشكله فيا ولا في الظروف ولا انا اصلا فعلا فاشل. ويكونوا بقى هم بيحققوا اللي انا نفسي فيه من زمان قوي وهم شغالين يحققوه وانا مش عارف اوصل لاي حاجه. ما انت اصلا مش هتحس بيا، كل حاجه بتكون محتاجها بتلاقيها، عربيات وفلوس ومحلات، كل حاجه مش بتلاقيها، اكيد يعني مش هتحس بيا. اسف. تعرف يا صاحبي، ما كنتش اعرف ان ده كله شايله جواك. اكيد مش قصدي او مش اسف، هما كلمتين الحق كده بيطلعوا في وقت عصبيه. بس تعرف ان كل واحد فينا اصلا مختلف عن التاني بظروفه وبكل حاجه حواليه. يعني من الاخر كده مفيش حد قصته شبه التاني خالص. كل المطلوب منك انك بس انت تركز في حياتك وهتوصل للي انت عايزه، عشان لو فضلت مركز في حياة الناس هتخسر كل حاجة. اخسر؟ انا مستحيل اخسر تاني، وهعمل المشروع وبكره يجي 1000 واحد زيك وزي اللي سابوني. بالتوفيق يا صاحبي. الفكرة من الفيديو ان انت لازم دايما ما تحطش نفسك في مقارنة، ما تبقاش دايما انت المقارنة في حياتك. يعني ما تقارنش حياتك بحياة اي حد تاني، دايما اتعلم انك تقارن حياتك بنفسك. يعني لو شفنا دلوقتي وكنا مركزين هنلاقي ان الحياة كلها لما انت تقارن نفسك بحد حرفيا بتلاقي نفسك خسرت كتير. يعني مستحيل مثلا تقارن نفسك بحد عنده خبرة 10 سنين بحد انت لسه بادئ، اكيد هتلاقي في فرق كبير بينك لان ده عنده خبرة 10 سنين. علشان كده بلاش تقارن نفسك بحد، دايما اتعود انك تقارن نفسك بنفسك. كل يوم كده قارن انت بقى كنت ايه امبارح والنهارده بقيت ايه، حرفيا هتلاقي نفسك تطور جدا في مستواك. ونصيحة مني، ابعد عن كلام المقارنات واي حاجة ممكن تتقارن عموما بيها، وعود ده لاهلك، ما تخليهمش دايما يحطوك في منطقة المقارنات، اللي هو شوف ابن خالك، لا شوف ابن عمك، لا مش عارف ده هو جاب مجموع كذا، ده وصل لكذا، ده معاه شغل كذا. علمهم دايما ان مفيش جو المقارنات ده، ما تخليش حته المقارنات دي هي اللي تكسرك وتوقعك. الفكره من الفيديو الفكره بسيطه جدا، ولكن كل اللي احنا هتفيد ليه دلوقتي اللي احنا نقول لك ما تحطش نفسك في مقارنه تاني، دايما عيش حياتك زي ما انت عايزها. بلاش تقارن نفسك باي مخلوق موجود، لان كل شخص فينا فيه مميزات وعيوب، مميزاتك غير مميزاته وعيوبك غير عيوبه. علشان كده دايما ما تقارنش نفسك باي حد تاني، قارن نفسك بنفسك. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، وبجد مبسوط جدا. وطبعا جملتنا المشهوره وما توفيقي الا بالله.